سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. تشوفوا في هذا الفيديو ان شاء الله الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال وين ما كنتوا وقت اللي راكم تشوفوا فيه. مرحبا بالناس اللي اشتركوا جدد في القناه، وشكرا للناس اللي راهم تابعتني من بدايه القناه. اليوم شاركت معكم كما العاده روتين اللي كان صراحه كان تحت طلب بعض المشتركات اللي قالوا لي فاطمه يعني ديري لنا وصفات للعنايه بالجسم والعنايه بالبشره. دونك شاركت معكم هذا الروتين، وحبيت نحكي على واحد الموضوع اللي لقيته متكرر عندي في التعليقات واللي نشوفه بزاف ونسمعها يعني في الواقع، اللي هو الخوف من الحسد والخوف من العين. نعرف ناس بزاف موقفين حياتهم على جال العين وعلى جال الحسد، عندهم كامل الفرص عن أنهم يعيشوا حياة كريمة، يعيشوا حياة أحلامهم، يعيشوا حياة اللي يستحقوها فعلا. يعني عندهم عدة رغبات، عدة طموحات. لما تقولي لهم علاش ما درتوش هذا الشيء وعلاش ما راكمش يعني طبقوا فيه في أرض الواقع، يقولوا لك أنا خايفين من العين، أنا خايفين من الناس تحسدنا، أنا خايفين تصرالنا كاش حاجة باسكو شرينا هذه الحياة وشرينا هذه الحياة. فموقفين حياتهم على جال العين والحسد. وللأسف اللي نخلع فيه أنهم مسلمين. للأسف كامل حنا المجتمعات تاعنا المتدينة تخاف من الحسد وتخاف من العين. الوغ مانيش نقول انه مكاش منها، لانها هي طاقات، هذه طاقات سلبية. العين والحسد هما طاقات، هما ماشي شيء ملموس، ماشي شيء مادي. دونك عمرك ما توازي قوة الله مع قوة الشيطان، ساسفي با. قوة الله لما تكون ويكون عندك الإيمان بالله، يكون هو عندك أعلى من كل شيء، أعلى من أي طاقة سلبية. إذا الله سبحانه وتعالى لما قال لموسى الآية اللي تقول فلما أوجس في نفسه خيفة قال لا تخف أنت الأعلى، لا تخف إنك أنت الأعلى. فإذا الله سبحانه وتعالى قال للنبي موسى أنت الأعلى، ما قالهش روح ارقي وروح اقرا الصورة الفلانية وروح اقرا المعوذتين. أول شيء قال له إنك أنت الأعلى. فأنت أعلى من أي طاقة سلبية، من أي طاقة شيطان كانت عندك، أنت الأعلى عليها. هذا هو الإيمان. فاستمحي للناس تعينك وسمحي للناس تحسدك، تقبلي هذا الشيء، تقبلي. إذا ما كنتيش من الناس المحسودة وما كنتيش من الناس اللي ينغار منها، فمعناها أنت إنسانة ما عندك والو في الدنيا، أنت إنسانة يعني ميتة، شبه ميتة. فصافي بليزير الناس تحسدني، وصافي بليزير الناس تغير مني. هذه اللي قد تمشي بهذه العقلية باش تريحي، باش تافونسي في حياتك، باش ما توقفيش حياتك عند العين وعند الحسد. فحاولي تغيري نظرة تاعك على هذه الطاقات السلبية. كل ما جاتك الخوف من هذا هذا المعتقد نطفيه تاع الحسد وتاع العين، لأنه ربي هو الأعلى والإيمان تاعك هو أعلى على هذا الشيء. فاللي تقول لي العين والحسد حق، نقولها إيه حق، بصح على حسابك أنت. إذا أنت أمنتي به فغادي يجيك في حياتك، وإذا أنت كفرتي فيه يعني وما عليتيش على روحك وما عليتيش على إيمانك بالله سبحانه وتعالى أو على قوة الله وعلى حمايته ليك، فأكيد ما راحش يصيبك، تأكدي. فديري نية أنك تتخلصي من هذا المعتقد وتخلصي من الخوف من هذا الشيء، من هذه الطاقة السلبية، وقولي أنه أتقبل أني نكون من المحسودين، وأتقبل أني نكون من الناس يعني اللي ينغار منها. صافي بليزير، ريحي بالك، وما توقفيش حياتك على جال جهل. ما توقفيش حياتك على جال جهل. استمتعي في حياتك وخلي إيمانك بالله سبحانه قوي على الإيمانك بالشيطان. هذا هو اللي بغيت نقولها لك اليوم، ان شاء الله تكوني فهمتيني. ولهنا نرجعوا للروتين تاعنا. بغيت نشارك معكم هاد الوصفات اللي كانوا تحت طالب بعض المشتركات. لهنا استعملت واحد اللي يعتبر ككولاجين اللي نستعمله شاك 15 جور كومسا، اللي كان فيه بذور الكتان مع حبوب الشيا. كامل نعرفوا الفوائد تاع هاد المكونين. دونك طحنتهم، زدت معاهم شويه ماء وخليتهم على وجهي 20 مينوت وغسلتهم. بالنسبه للمرطب الرجلين او القدمين نستعمل هاد هاد لاسيس اللي هي ماجيك
ندي ملعقه صغيره ندوبها مع يعني زيت الكوكو، نخلطهم في رحبه يعني نستحفظ عليهم في علبه هكا تكون محكمه الغلق. وكل ما ندير حمام الرجلين اللي ديجا راني شاركتها معكم في احد الفيديوهات، كل اسبوع ندير هذا لاكخان، صراحه يرطب الرجلين ويخلي لك القدمين ورديين وناعمين. وفوالا البنات، راني كملت معكم الروتين، ان شاء الله يكون كلامي وصلكم، ان شاء الله تكون نصيحه تاع اليوم في يعني ولو فادتكم ولو بكلمه او اثنين، صافي بليزير ليا. اذا عندكم اي موضوع راكم حابين نحكي فيه يعني خلوا لي في لي كومونتير. بالنسبه لواحد يعني واحد المشتركات اللي طلبوا مني نحكي على واحد الموضوع، كان على يعني كيفاش نتعاملوا مع الناس اللي ما يتعاملوش معنا مليح، يعني يكونوا يعني يتعاملوا معنا بقلة احترام بقلة تقدير. دونك في الفيديو القادم ان شاء الله راح نطرق لهذا الموضوع. خليتكم على خير، يلا بسلامة.